انا جيت. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير واحسن صحه واحسن حال وراحه بال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. تعالوا بقى النهارده اوريكم الفيديو جديد، فيديو حلو جدا ان شاء الله يعجبكم. عايزه لايك كده الفيديو لو انت اول مره بتشوفيني، شجعيني كده باشتراك في القناه، وكمان قولي رايكم في فيديو النهارده. الفيديو يعجبكم ان شاء الله، في كذا فكره كده، اتمنى كده انك تجربي منهم اي فكره من الافكار اللي هعملها النهارده تقولي رايك فيها ان شاء الله. لو نفذتي اي فكره وعجبك الفيديو ما تنسينيش بقى بلايك، وما تبخليش على اختك كده باشتراك في القناه. تعالوا بقى اقول لكم اول حاجه عملت ايه. انا كده قطعت البصل اللي معايا، عنده حوالي كده 4 بصلات متقطعين طرنشات كده. هعمل كشري، بحط عليهم معلقتين من الدقيق، ما بحطش نشا، ممكن تحطي نشا عادي جدا تبدريهم بالنشا. انا بحط معلقتين بالدقيق. الدقيق اللي انا بحطه ده بيخليه كريسبي جدا مقرمش، وزي اللي بتجيبيه من بره بالظبط. هما معلقتين الدقيق دول اللي بيخلوه زي التقليه بتاعت بره بالظبط، بتاعت الكشري بتاع بره بالظبط، مفيهاش اي اختلاف خالص. حطيت على عينيه التانية كده ميه فيها شويه ملح وشويه زيت، ونزلت فيها حوالي طبق كده صغير، يعني حوالي كوبايه كده كويسه من المكرونه. طبعا المكرونه اللي انت تحبيها، عايزه سباكيتي براحتك، عايزه صغيره براحتك. انا عملت المكرونه المتوفره عندي الصغيره. وهفضل بقى ايدي كده مع البصلايه اشوحها في كميه زيت كويسه، مش اللي هي كتيره قوي ولا قليله قوي. هفضل بقى اقلب في البصل كده شويه حلوين لحد ما يبتدي ياخد لون معايا. احنا عايزين البصل يكون لونه يعني غامق شويه، اللي هو زي ما بنجيبه من بره بالظبط الكشري، ما يختلفش حاجه. بقى البصل بتاعي بعد ما خد اللون ده، عايزه تفتحيه شويه مفيش مشكله، بس الغماء عن كده هيمرر معاكي. وهسيب شويه صغيرين جدا من البصل عشان هسوي فيهم العدس وكمان الرز. كمان كان عندي كيس صلصه في الفريزر، طلعته وحطيته على النار مع شويه زيت صغيرين جدا وملح وكمون وشكرا. انا ما بحطش خل فيه لاني انا كده كده بعمل دقه لوحدها، فمش محتاجه ان انا احط خل على الصلصه بتاعتي. جبت كده بقى الميه بتاعتي وحطيتها على النار على البصل اللي انا خليته في الحله، ملح وكمون وشويه شطه بيديهم طعم حلو جدا جدا الشطه. ونزلت العدس بعد ما غسلته، طبعا بتنقي العدس وبتغسليه حلو جدا 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 مره واتنين وتلاته. العدس ده بيبقى فيه طينه كده شويه ورمله، فلازم يتغسل حلو قوي. حلو. سبتها بقى كده على النار عشان العدس بياخد سوا شويه. هنعمل بقى الدقه مع بعض. بصوا انا عملت 4 فصوص ثوم مع ملح وكمون وشويه شطه من اللي انا عاملاها، وخل نص ليمونه. حسيت ان هو محتاج كده شويه ملح فزودت شويه ملح بس، ودي الدقه بتاعتي ما بزودش فيها اي حاجه تانية خالص. كده بقى التقليه كانت جاهزه معايا، وكمان المكرونه اتسلقت قدامكم اهي والشطه والدقه، وخلاص كده خلصت. والعدس كده اختبرته ولقيت العدس استوى. كنت غاسله كده حوالي كوبايتين من الرز ونزلتهم كده على العدس بعد خلاص بقى ما اتاكدت ان هو استوى بقى تمام معايا. هملح بقى شويه ملح كده عشان حسيت اني محتاجه تملح شويه الميه بتاعه الرز والعدس، حسيت اني محتاجه شويه ملح صغيرين. وخلاص وبعد ما اتشرب بوطي عليه، يعني اول كده ما يبتدي يتشرب معايا بوطي عليه خالص واسيبه لما يستوي تماما، وبعدين بطفي عليه. بصوا كان سخن خالص ولسه طالع، وقلت اغرفه معاكم. حطيت بقى كده الكشري وعليه كمان المكرونه وشويه صلصه كده، واحط شطه ودقه، وكمان هحط تقليه وهكتر تقليه عشان احنا بنحبها جدا جدا. عايزه اقول لكم ان يعني بنقعد نحط تقليه اكتر واكتر، يعني كل ما نخلصها كده مع الكشري نقوم جايبين الطبق من جوه ونقعد نحط في تقليه تاني من كتر ما بتبقى حلوه جدا. وانا بصراحه بحبها اللون ده قوي، بحبها غامقه كده، ما بحبهاش فاتحه عن كده. بحس ان كده طعمها احلى وبتبقى كده كريسبي شويه وبتبقى مقرمشه، بتبقى احلى بكتير. بصوا ما شاء الله الرزايه الحبايه بحبايتها، وطالع طبق كشري حكايه. عايزه اعرف رايكم فيه، ويا ريت تجربوه بالطريقه دي هيعجبكم جدا جدا ان شاء الله. تعالوا بقى هنعمل صنف حلو كده كلنا بنحبه وعارفينه. هعمل رز بلبن معاكم بالطريقه العاديه خالص، ما فيهوش اي افتكاسه، وكمان ما فيهوش اي كلكعه، وهنوفر فيه على قد ما نقدر. الموجود عندنا هنحطه. انا حطيت ربع كوبايه من الرز معاها كده ميه، وهسيبها تغلي على النار براحتها. على بال بقى ما تغلي معايا تعالوا اوريكم العيش السوري اللي انا جبته، عشان كمان هنعمل شاورما بطريقه حلوه قوي قوي وهتعجبكم. انا عملت التوميه ما صورتهاش، عملتها وكانت جاهزه، هقول لكم طريقتها برضو لاني عملتها قبل كده معاكم. فطريقه التوميه سهله ومعروفه، ممكن ترجعي كده للقناه وتشوفيها، وفي نفس الوقت انا هقولها لك دلوقتي.
بعد كده بقى نرجع للرز بلبن. بعد ما استوى معايا كده الرز وخلاص بقى تمام وطري خالص كده وبقى انا عايزاه كده الرز مهري معايا، نزلت كده اللبن بتاعي الكميه اللي انت تحبيها طبعا. عايزه كيلو لبن مفيش مشكله، عايزه نص كيلو على حسب انت هتعملي قد ايه. نزلت اللبن بتاعي وهفضل بقى ايدي فيه واقلبه شويه حلوين كده، واول ما اللبن يبتدي يغلي معايا هنزل. انا بحط كوبايه إلا ربع من السكر على نص كيلو لبن. يعني انا عامله نص كيلو لبن. مش بحب بصراحه الرز بلبن يقعد كتير في التلاجة، انا بعمله للولاد فما بحبوش ان هو اعمل فيبقى عندي كذا طبق في التلاجة. انا بحب اعمله يعني على طول، اللي هو النهارده عملناه ناكله مفيش مشكله اعمله تاني يوم عادي جدا. حطيت كمان كده نشا، زودت كده حوالي 3 معالق من النشا على نص كوبايه من اللبن وقلبتهم حلو جدا ونزلتها عليهم. وكده خلص معانا. هنحط كمان فانيليا، يعني ممكن فانيليا سايله زي ما انا بحط كده، وممكن فانيليا البودر مفيش مشكله، دي او دي الاتنين حلوين جدا. انا ما بحسش بفرق لما بحط دي او بحط دي، ما بحسش بفرق او اختلاف في الطعم، هي بالظبط ما فيهاش اي حاجه. وخلاص خلصنا الرز بلبن بتاعنا. لا حطيت كريم شانتيه ولا حطيت كريمه لباني ولا حطيت قشطه ولا حطيت اي حاجه خالص. انا حبيت اعمله معاكم بالطريقه التقليديه. ان شاء الله كمان هنعمله مع بعضينا في الفرن باذن الله، هعمله بطريقه حلوه جدا ويعجبكم. بس هنحط بقى اضافات كده ونخليه غني ومتعزز كده معانا اكتر، وطعمه باين فيه كمان الكريم شانتيه كده. يعني لو جبنا كده كريم شانتيه خام كده من عند العطار وحطينا كده معلقتين بتفرق جدا في الطعم. بس انا حبيته يكون اقتصادي جدا النهارده، يعني حبيته ما يتعداش معانا ال 25 جنيه ال 20 جنيه، حبيته يكون اقتصادي على قد ما اقدر. يعني انا جبت نص كيلو لبن ب 15 جنيه، وكان عندي النشا والرز والفانيليا وكل حاجه، فما تعداش ال 20 جنيه، ما تعداش ال 15. يعني اللي هو جه عند ال 15 كده وقف. عايزه اقول لكم ان بيطلع طعمه حلو جدا جدا جدا. ويا سلام بقى لو عندك العلب اللي بغطا هيعمل وش كده مكرمش على الوش بيبقى تحفه. كمان بقى لو متوفر عندك كريم شانتيه وحطيتي معلقتين هيبقى برضو حلو قوي قوي. لو عندك كريمه لباني وحطيتي هيبقى تحفه. بس انا بقول لكم المتوفر عندك اعمليه. لو عندك اللبن كده طلعي واعملي احلى رز بلبن كده تاكليه وتدعي لي بجد بالطريقه العاديه خالص، اللي هو مفيهوش اي حاجه جديده. هو رز بلبن كده. بس لازم اليومين دول كده الجو حرر نعمل حاجه حلوه كده نحطها في التلاجة للولاد، يعني يضطر عليهم كده. وفي نفس الوقت احنا كمان كده الحاجات دي بتفرق معايا جدا، بيبقى محتاجين سكريات كده طول اليوم. انا ما بحبش ازود فيه السكر قوي. يعني هو بالنسبه لي نص كيلو لبن كوبايه الا ربع من السكر حلو قوي قوي قوي. يعني لو بقى انت بتحبي السكر زياده زودي براحتك. خلصته بقى كده وحطيته في الاطباق ديت، وهحطه بقى في التلاجة بس اول ما يهدى شويه، لانه كان سخن جدا فما ينفعش احطه في التلاجة وهو سخن كده. وللاسف الاطباق دي مش بغطيان عندي فمش هينفع خالص ان انا اغطيه. ف حطيته كده واول ما برد دخلته التلاجة. هوريهولكوا بقى اول ما يطلع من التلاجة يبقى متماسك وعامل ازاي. تعالوا بقى هنعمل تالت وصفة معانا النهاردة، وهي الشاورما السوري. انا حبيت ادي صدمه للبانيه كده. انا جايبه نص كيلو من البانيه، حطيت عليه ملح وفلفل، اللي عليه ده فلفل يبقى حطيت ملح وفلفل وشويه زيت كده على النار في الطاسه، وهديه صدمه من الناحيه دي ومن الناحيه دي بحيث ان هو ياخد صدمه معايا مش اكتر. انا مش هسويه، انا هرجع اقطعه وهسويه بطريقه تانية، بس انا حبيت اعمله بالطريقه دي المره دي. بعد كده هقطعه شاورما وهسويه عادي جدا، وهتشوفوا دلوقتي هنعمله مع بعض ازاي. عايزه اقول لكم ان طلع الشاورما تحفه وطعمها حلو جدا جدا. ويا سلام بقى لو عندك خيار مخلل، الشاورما السوري بتحب الخيار المخلل حطي فيها، بس انا للاسف ما كانش عندي فما حطيتش. انا قلت لكم الفيديو ده الموجود عندي هعمله. انا كان عندي البانيه وكان عندي حاجه التوميه وكل اللي اشتريته العيش السوري وكوبايه زبادي. انما بقى النشا والزيت وكل حاجه التوميه والثوم كل ده حاجات متوفره في البيت يعني. فانا عايزه اقول لكم انا حاولت بقدر الامكان الفيديو يكون سهل وبسيط، ممكن تاخدي اي فكره فيه وتنفذيها. معلش بقى انا صوتي متغير شويه، بس انا فعلا تعبانه جدا وعندي دور برد رخم جدا. وعايزه اقول لكم ان مناعتي السنه دي تحت الصفر بجد. انا عمري ما جالي برد وطول معايا كده. انا بقالي فتره يجيلي البرد ويروح ويجيني ويروح ويجي، اللي هو تعبت بجد. الحمد لله على كل حال. انا قطعت طبعا البانيه بقى تقطيعه الشاورما. طبعا انتي تقطعي التقطيعه اللي تريحك، عايزه مكعبات براحتك، عايزه شاورما براحتك، اللي يناسبك واللي يريحك انت. وكمان ممكن تستخدمي الوراك، مفيش مشكله خالص انك تستخدمي الوراك وتعملي الوصفه دي، هتبقى برضو حلوه جدا. مش شرط الصدور، ما توقفيش الوصفه على حاجه.
المهم نزلتها بقى في شويه زيت كده، وكمان حطيت عليها بصل متقطع طرنشات، هي بصلايه واحده بس اللي حطيتها، وقرن فلفل كده رومي متقطع برضو صغير، وقلبتها حلو جدا. حسيتها محتاجه ملح زودتها شويه ملح. ما تنسوش ان احنا اصلا كنا مبهرينها من الاول قبل ما نديها صدمه على النار. نزلت كمان طماطميه. زي ما بقول لكم بقى، عايزين تحطوا زيتون في اخر لما تيجوا تطفوا كده حطوا، عايزين تحطوا جبنه موتزاريلا حطوا، عايزين تحطوا اي حاجه، زعتر، روزماري، اي حاجه انت بتحبيها، توابل حطيها مفيش مشكله. حلو بقى اقول لكم على طريقه التوميه السهله جدا اللي بعملها وطعمها بيطلع حلو جدا، وانا بعمل السندوتشات كده اقول لكم طريقتها. انا عملت التوميه ازاي، عايزه اقول لكم طعمها زي بره بالظبط، متختلفش حاجه. انا جبت كوبايه من الميه، حطيت عليها 3 معالق من النشا، دوبتهم كويس جدا جدا ورفعتهم على النار، وبعدين فضلت ايدي فيها واقلبها لحد ما بقت زي الفازلين كده، قفلت عليها. حلو. حطيتها في التلاجة كده وسقعت شوية، وبعد ما سقعت نزلتها في الخلاط، عليها ربع كوباية من الزيت، عليها كمان كوباية زبادي، معلقتين لبن، وملح، ويعني طبعا الملح على حسب ما بتحبي عشان ما تحدقش معاكي قوي، و4 فصوص توم، وتضربيهم في الخلاط حلو قوي قوي قوي، ومعاهم كمان معلقتين مايونيز كبار. معلقتين مايونيز كبار ما ننساهمش، ولو ما عندكيش مايونيز العلب ممكن تحطي 3 بواكي من العاديين. خلصت كده بقى التوميه وضربتها في الخلاط حلو، وحطيتها تسقع كده في التلاجة، واستخدمتها معاكم دلوقتي. عايزه اقول لكم طعمها ما يختلفش خالص 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 عن بره. زي ما بقول لكم المكونات سهله قوي قوي، ما فيهاش حاجه. خلصتها وحطيتها في التلاجة تسقع، وعملت بقى كمان بطاطس محمره، وقلت اعمل جنب الشاورما السوري بطاطس محمره، اعملها برضو سندوتشات، يعني تبقى بطاطس برضو سوري بالعيش السوري. عايزه اقول لكم ان بتبقى حلوه جدا. عملت بطاطس ساده اللي هو ما عليهاش فراخ، وحطيت فراخ مع بطاطس، وحطيت فراخ لوحدها، يعني حبيت كده اعمل ميكس اللي هو فراخ مع البطاطس، يعني كانت بجد حلوه جدا جدا. اللي هو بقى لو عندك كمان شويه جبن كده موتزاريلا هتفرق جدا في الطعم، عادي جدا لما تحطيها مفيش مشكله. لو عندي خيار مخلل، عايزه اقول لك ان السندوتشات السوري اصلا بتحب الخيار المخلل جدا، لو متوفر عندك حطيه هيفرق جدا جدا في الطعم، بس انا ما كانش عندي، ف قلت مش لازم بقى، اللي هو يعني استكفيت باللي انا عملته. كان عندي كمان كابوتشي ما رضيتش احط، كان عندي بصل احمر وكان ممكن اقطع واحط، بس انا مش يعني ولادي ما بيحبوش كل الكلام ده. جبت بقى الصينيه ديت. بصوا الصينيه ديت انا هرياها بقالي 10 سنين جواز، هرياها استخدام. فاي حاجه بحس ان هي هتحرق الصواني اللي عندي بستخدم ديت على طول. عايزه اقول لكم في شوي السمك بتبقى حكايه. عايزه اقول لكم كمان اني في البيتزا لما بعمل بيتزا بعملها فيها والله بتبقى حلوه جدا. بصوا اتحروقت شويه، فانا عشان اللي هو بستخدمها بقالي سنين وهي متحروقه اصلا، فاي حاجه هتتحرق معايا او هتاخد كده صدمه على النار وتطول شويه بعملها فيها. بس بدأت بقى احط السندوتشات كده، بس الاول بتمسحي كده الصينيه او الطاسه اللي معاكي بشويه زيت كده او بمعلقه زيت، تمسحيها حلو عشان ما يتحرقش معاكي. وده اللون بقى اللي احنا بنحب بيه الشاورما، بيبقى حلو جدا، لازم تديه صدمه على النار كده عشان يبقى مقرمش من بره وطري من جوه. طبعا سمعتوا القرمشه وشفتوا شكله عامل ازاي وصوت القرمشه عامل ازاي. عايزه اقول لكم انه مقرمش جدا 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 من بره، مش قادره اقول لكم قد ايه بجد، مقرمش جدا من بره وطري من جوه. وكمان التوميه حلوه قوي قوي معاه، وكمان اتبقى شويه توميه بقى، خدتها كده وحطيتها في الساندوتش بقى، ويعني اللي هو بقيت اخد من التوميه واحط في الساندوتش من بره. طعمه كان بجد ما شاء الله حلو جدا جدا. كمان ما عملش معايا الكميه دي بس، ده عمل لي كمان بتاع 3 سندوتشات كمان، بس ما كانوش لسه اتعملوا، قلت اعملهم لما الولاد يجوعوا او حاجه. بصوا ما شاء الله جميله جدا جدا، طعمها كمان حلو قوي قوي قوي. جربوها بالطريقه دي وان شاء الله تعجبكم. ده كمان الرز بلبن بعد ما طلعته من التلاجة بصوا متماسك ازاي. رب كده بقى تكون الوصفات عجبتكم وتجربوا وصفه منهم وتقولي رايكم فيها، ان شاء الله باذن الله الوصفات تعجبكم. وان شاء الله باذن الله في فيديو تاني هنعمل العيش السوري مع بعض في البيت، وهعمله لكم بطريقه سهله ومبسطه جدا، ما فيهوش اي كلكعه خالص. استنوني في فيديو جديد، بحبكم في الله جدا جدا، باي باي.